الثانية. شلون توفت، شلون ماتت؟ ما تمرضت أبدا، إلى الموت ما تمرضت. بيبي باقوم اسم سيدة، كانت من دون زوجها، كل وقت ويا والدتي، صديقة ويا والدتي، وكل وقت وياها، حتى الليل هم تنامها. لما توفت الوالدة أنا رحت إلى كربلاء، هذه إجت فبينت شلون ماتت الوالدة. تقول بأنه إحنا قاعدين نتريق يوم الجمعة، قالت يا بيبي باقو اليوم تريقنا، جمعة الآتي أنا أموت من بعد الريوق. قلت يا فلانة أنت مو مريضة، أنت ما شاء الله صاحية فلان. قالت ولو مو مريضة أنا له. أولا هذا العلم من أين هذا العلم؟ صار هذه جمعة الثانية، هم على الريوق تريقوا، ومن بعد الريوق قال بيبي باقوم ليش ما متت اليوم يكون أموت؟ قال مولاي، قالت مولاي يا نعم فلانة يا خاتونة انت آخر انت اصلا مشتبهة، انت ما فيش مرض. قالت لا يصير. هي كانت قارية تقرأ القرآن وحافظة بعض السور، حافظة سورة ياسين. غالب نساء الإيرانية يحفظون سورة ياسين وفلان ولو أنه ما يحفظ سورة ياسين. من بعد تقول بيبي باقوم من بعد ربع ساعة قالت بعد لا تتكلمين وياي. قعدت وبدأت بسورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. سكت وهذه خلصت. آخر ياسين وإليها ترجعون، إليه ترجعون. آية الشريفة آخر ياسين بأنه ترجعون إلى الله، إليه ترجعون. خدت راسه وتوفى، لا وجه لا شيء لا كذا. قبل الصبح هم قالت ليش؟ من الأخلاق، الخلق الزين الخلق العظيم. أف لرجل من الأحساء ينكر شيخه، هو عاق، نسبه مو صحيح، نسبه مو صحيح، نسبه مو صحيح، نسبه مو صحيح.